بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. حديث اليوم عن الظن بالله وما يفعله بالإنسان من شر أو خير. فالله تعالى يخبرنا عن المسيئين الظن به فيقول: ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويخبر في المقابل عن المحسنين الظن به فيقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هل تعلم أن حسن الظن بالله قادر على تحقيق المستحيل؟ وهل تعلم أن حسن الظن بالله من الأمور التي يؤجر عليها العبد؟ أحدثكم اليوم عن حسن الظن بالله، وهو أمر لو تعلمون عظيم، فعلى الإنسان أن يفرض حسن النية دائما، فالله تعالى قادر على كل شيء، وعلى الإنسان أن يوقن بأن الله واسع المغفرة والرحمة، فالرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، وفقير كل من يطمع، وغني كل من يقنع. وكما قيل: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله فاعله، إذا سدت الأبواب ألقيت حاجتي إلى مالك الحاجات غر نوائله، وإن جارت الأحوال آوت مطيتي إلى ركنه فاستبدرتها شمائله، له الخير منه الخير والخير كله إليه وتزهو في يديه خمائله، والحمد لله رب العالمين.